البعض هداهم الله يصومون ولا يصلون أو ينامون طوال ساعات النهار دون أن يستيقظون لأداء الصلوات. ما رأيك في هؤلاء؟ لا شك أن هذا ما استفاد من عبادته لله عز وجل، فإن الصلاة عظيمة الشأن، والذي تفوته الصلوات حتى صلاة الجماعة يحبط عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وعلماء يرون أن من أدركه المغرب وما صلى العصر فعمل ذلك اليوم محبوط، وهذا حديث خطير يخوف الناس. وللأسف الشديد أكثر ما تفوت الناس الآن صلاة الفجر، صلاة العصر، فإنهم عامة الناس تراهم الآن يصلون الفجر في المساجد في رمضان لأنهم يسرون الليل. وأما صلاة العصر فالطيب منهم من يصليها قبل المغرب، وبعضهم يصليها جمعا مع المغرب. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبطان العمل معناه نهايته، زواله. فلذلك نحذر إخواننا، نقول من ابتلى بهذا المرض فعليه أن يجتهد للتخلص من هذه الآفة الخطرة التي قد تكون سببا في بطلان عمله وهو لا يدري. فلا يجوز التساهل في ترك الصلوات، وإنما عليه أن يصلي الصلوات في المسجد خاصة، وأن الله عز وجل قد يسر لنا الأمور حتى الدوام يهيأ ويعدل في رمضان، فهذا من فضل الله على الناس. نعم. أحسن الله